عليكم من جديد بخبر محزن للغاية. وفاة الفنان سعد الله، عزيز سعد الله، عن عمر ينهاز 70 عام بمدينة الدار البيضاء. شكون اللي ما كيعرفش فينا الفنان عزيز سعد الله، واللي كان شارك في العديد من المسرحيات ومن الأفلام السينمائية، وأيضا من السلسلات التلفزيونية الشهيرة بلالا فاطمة، واللي كان فيها شارك فيها ب3 مواسم. عزيز سعد الله توفي هذا الصباح هذا بمدينة الدار البيضاء. نقولوا بطبيعة الحال إنا لله وإنا إليه راجعون. نتمنى من الله أنه يتغمده برحمته. فنعتذر أيضا للجميع أننا نطلع لكم بأخبار محزنة، لكن للغاية لابد لنا أن نتطرق أيضا لهذا الفنان يعني اللي صراحة ترك بصمة حزن يعني في العديد في مشاعر العديد من الفنانة. توفي كما قلنا هذا الصباح بمدينة الدار البيضاء عن عمر ينهاز 70 سنة. وعزيز سعد الله قدم يعني الكثير من الأعمال الناجحة سواء في المسرح، ونقدروا نذكروا على سبيل المثال مسرحيات كسعدك يا مسعود، والنخوة على الخوا، وخلي بالك من مدام. وأيضا قدم أعمال سينمائية من بينها ساعي البريد والنمبر 1. وأيضا من الأعمال التلفزية والشهيرة كما قلنا سلسلة ديال لالا فاطمة، اللي شارك البطولة ديالو مع الزوجة ديالو الفنانة خديجة أسد. وبهذه المناسبة يعني تتقدم جريدة الحدث 24 بأحر التعازي لأسرة الفنان عزيز سعد الله ولزوجته خديجة أسد بطبيعة الحال. هذا الخبر كما قلنا اللي أيضا يعني نزل كالصاعقة على أوساط الفنية وعلى العائلة الصغيرة للفنان عزيز سعد الله، وأيضا على العائلة الفنية الكبيرة. بهذا أيضا نقدم تعازينا للأسرة الفنية. إنا لله وإنا إليه راجعون. صراحة الكل يتذكر هذا الفنان الجميل يعني والهادئ صراحة، وخصوصا سلسلة لالا فاطمة، لأن الكل عندما يعني كنرجعوا صراحة للزمن الجميل والزمن الرائع ملي كنتفرجوا هذيك السلسلة الرائعة ديال لالا فاطمة، فكانت ناجحة بكل مقاييس ل3 مواسم. فصراحة يعني هذيك السلسلة ملي كتفكرها وتتفرج فيها كتردك لواحد الماضي اللي جميل ورائع. لكن هذه هي الحياة، لله البقاء بطبيعة الحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا خبر عودناكم أننا نطلع عليكم عن طريق هذا التسجيل الصوتي من أجل أن نوافيكم بالأخبار بطبيعة الحال، سواء الفنية أو لا كل خبر ما يروج في الساعة الوطنية. الله يرحمه والله يغفر له، الله يرحم جميع الفنانة المغاربة اللي خلوا بصمة، يعني خلوا بصمة وخلوا أثار صراحة اللي غادي تبقى على مر التاريخ. وهذا الفنان عزيز سعد الله كان فنان يعني اللي هو محبوب، يعني محبوب الجماهير، وخصوصا أنه تعرفوا عليه في واحد الفيلم يعني ديال ساعي البريد، وأيضا في السلسلة الشهيرة ديال لالا فاطمة. قولوا له إنا لله وإنا إليه راجعون.